والنهارده هنشرح ازاي نقدر نشيل الووتر مارك من غير ما ندفع فلوس الاب اللي احنا بنستخدمه وبطريقه سهله جدا على ادوب بريمير برو. خلينا اول نروح نعمل امبورت الميديا اللي احنا هنستخدمها. هنضغط ضغطتين هنا وهروح على ذس بي سي، على الاي، على يوتيوب، ماشي، ونختار الفايل ده. بعد ما عملنا امبورت هيظهر لنا هنا اهو. بكل بساطه هنعمل له دراج اند دروب ونحطه في التايم لاين. تمام، نجرب نشغله كده عشان نشوف الووتر مارك. هي تحت هنا على اليمين. اظن كفايه كده. الووتر مارك دي شكلها وحش جدا على الاوترو وانا عايز اشيلها من غير ما ادفع فلوس للاب. اعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها، ودي حاجه عملناهاش قبل كده، هنضغط على ايكون الكاميرا ده. لو ننزل دي تحت شويه ونضغط على ايكون الكاميرا. ايكون الكاميرا ده بيعمل ايه؟ بيعمل سكرين شوت للفيديو اللي احنا بنعمل له مونتاج. هيقولنا هنا النيم مثلا نخليه اوترو 1. طبعا بيحدد لنا المكان اللي هو هيسيفه فيه، طبعا لازم نكون فاكرينه عشان هنحتاجه بعدين. هنضغط اوكي وبعد كده نخش على الخطوه التانية. تاني حاجه هنعملها، ودي حاجه جديده برضو، ودي موضوع حلقتنا النهارده واهم حاجه في حلقتنا النهارده، هنستخدم حاجه اسمها ماسك. الماسك ده بنجيبه منين؟ بنضغط على الفيديو ونروح على افكت كنترولز، نعمل سكرول داون لغايه ما نوصل للثلاث اشكال دول. بكل بساطه الدايره دي بتحدد مكان في الفيديو نحط عليه الماسك. نعمل كنترول زد او نعمل لها ديليت، نعمل الماسك ده ديليت. نجرب نحط المربع بشكل مربع او مستطيل زي ما انت عايز. ده تاني اختيار ممكن نعمله. نضغط كلير تاني، او ممكن بقى نستخدم البين تول دي عشان نرسم الماسك نفسه الشكل اللي احنا عايزينه. خلينا نستخدم شكل المربع ده. طبعا زي ما انتم شايفين لما نحط الماسك ده بيبين بيخلي كل حاجه سودة ما عدا الحاجه اللي ما بين حدود الماسك. خلينا نحط المربع ده على الووتر مارك اللي احنا عايزين نشيلها. نكبر شويه عشان خاطر نبقى شايفين احنا بنعمل ايه، وناخدها كده شويه وكده كمان شويه تحت كده برضو عشان ايه تبقى على قد الووتر مارك بالظبط. طيب احنا عايزين نغطي الووتر مارك دي وعايزين بقيه الشاشه تظهر تاني. في زرار هنا اسمه انفيرتد، هنعمل تشيك عليه. عكس الحاجه كلها، الشاشه الاول كانت سودا والووتر مارك هو اللي كان باين، دلوقتي بقى ايه العكس. عشان نشيل التحديد اللي عليه ده نضغط على اي حاجه تانية غير الماسك فالتحديد يختفي. طب هتقول لي اللي احنا عملناه بقى البتاع بقى شكله وحش جدا ولون اسود. دي بقى فايدة الصورة اللي احنا عملناها سكرين شوت في اول الفيديو. لو هنروح نعمل لها امبورت عشان نحتاجها، هنضغط هنا ضغطتين ونروح على المكان اللي احنا سيبنا فيه الصورة، كنا مسمينها اوترو 1، ونعمل لها امبورت، نعمل لها دراج اند دروب ونحطها هنا. طيب احنا عايزين نحط الصورة دي تحت الفيديو، نعمل ايه؟ هنرفع الفيديو ده فوق شوية وندخل الصورة تحتيها ونطولها شويه عشان تكون على قد الفيديو كله. تقول لي ايه ده؟ الصوره رجعت تاني ازاي؟ بكل بساطه الماسك ده لو اعتبرت الفيديو ورقه، فالماسك ده عباره عن خرم في الورقه او فتحه في الورقه. فانت لما حطيت الصوره تحتيها، الصوره اللي هي صوره الاوترو في الاول، كانك كده عملتش اي حاجه. طيب عايزين نعدل الموضوع ده، عايزين نشيل الووتر مارك خالص. الحته دي بقى هنستخدم فيها الفوتوشوب. هروح على الصوره اللي احنا عملنا امبورت ونعمل كليك يمين على الكاميرا وننزل تحت شويه، نلاقي هنا edit in adobe photoshop. طبعا اي نسخه فوتوشوب تبقى كويسه، هتبقى شغاله، تعرف تعمل بيها الموضوع ده، ومش محتاج تبقى عندك اي خبره قبل كده في الفوتوشوب. انا اقول لك خطوتين سهلين جدا اي حد لو اتفرج على الفيديو ده يقدر يعمله. هروح الاول على شايفين التول بار ده، هنختار التول دي، التول اللي عباره عن دايره وطلع منها خط دي، وبالماوس عادي نحدد حوالين الووتر مارك. تحديد عادي بالماوس كده، مش لازم يعني يطلع شكل مربع او دايره، لا عادي اي شكل، المهم ايه يكون جايب الووتر مارك كلها. والخطوه الثانيه نروح طبعا نختار السلكشن تول تاني، والخطوه الثانيه اروح على اديت جنب فايل ونروح على حاجه اسمها فيل.
هيظهر لنا كلام كتير قوي كده، مش هنعمل اي حاجه غير لو دي ما كانتش كونتنت اوير هنخليها كونتنت اوير. وكونتنت اوير يعني ببساطه هيملى مكان المربع ده بلون الخلفيه، وهنشوف هيعمل كده ازاي. فوالا الووتر مارك اختفت. هنروح تاني على التول اللي احنا استخدمناها ونضغط ضغطتين على الشاشه، وبعد كده نعمل كنترول واس، يعني هنعمل سيف، او ممكن ببساطه نعمل سيف من هنا او نضغط كنترول واس ونرجع تاني كده لبريمير برو. وفوالا هتلاقي الووتر مارك اختفت. نجرب نشغل الانترو من الاول للاخر. وبكده نكون في حلقتنا النهارده اتعلمنا ازاي نشيل الووتر مارك من اي فيديو يقابلك بخطوات بسيطه جدا. اول حاجه اتعلمناها ان احنا ازاي نعمل سكرين شوت للفيديو اللي احنا بنعمل له مونتاج باستخدام التول دي اللي هي الكاميرا دي. وبعد كده عرفنا ازاي نستخدم الماسك اللي هنلاقيه في الافكت كنترول من خلال الثلاث اختيارات دول، الدايره او المربع او البن. وبعد كده عرفنا ازاي نخلي الماسك ده انفيرتد عشان نخليه يغطي الووتر مارك بس. ورجعنا تاني عملنا امبورت للصوره اللي احنا عملنا سكرين شوت وعملناها ايديت على فوتوشوب ورجعناها تاني هنا. فبكده نكون وصلنا لغايه نهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.